يا مساء الخير على احلى متابعين لقناتي فرن الابداع. النهارده هعمل لكم حاجه كلنا بنحبها الصغيرين والكبار وبنشتريها بمبالغ مش قليله يعني. هعمل لكم السوسيس في البيت بطريقه نظيفه سهله جدا وهتعملوها احسن من المحلات. يلا بينا على طول. اول حاجه انا عندي صدر من الفراخ، دول حوالي 500 جرام او 600 جرام يعني على حسب الموجود عندكم، وممكن تعملوا بكميه اقل يعني عادي خالص. انا بس المره دي هعمل لكم بالكميه دي. انتوا لو هتعملوا نص الكميه يعني ممكن بفردة صدر واحده وتنزلوا في المقادير اللي انا عاملاها يعني النص. اول حاجه قطعتها وفرمتها، حطيت عليها معلقه كبيره من مرقه الفراخ ومعلقه كبيره من بهارات الفراخ. حطيت نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، هحط كمان نص معلقه من الكزبره المطحونه ونص معلقه من البابريكا ونص معلقه ثوم مفروم ونص معلقه بصل بودر، نص معلقه بيكنج باودر. حطيت معايا نص كوبايه من النشا، يعني على الكميه دي حطيت نص كوبايه من النشا. فرمتهم فرم ناعم زي ما انتوا شايفين، وحطيت طبعا عليهم الميه زي ما انتوا شايفين، عباره عن يعني ربع كوبايه مثلا او معلقتين بس من الميه. وببدا ان انا اوريكم طريقه اللف ده في الاسترتش راب. بطلع كميه صغيره وببدا ان انا الفها واقفل بايديا حلوه قوي من الجناب بالمنظر ده، وبعملها صغيره. لو انتوا حابين تعملوا اللي هو الطويل، السوسيس الطويل بنفس التكنيك وتطولوا الصباع معاكم شويه. لو حابين لونه احمر حطوا اللي هو لون طعام، بس انا مش فارق معايا بصراحه، انا فارق معايا الطعم. بعد ما بلفه كده بجيب على طول ورق فويل وببدا ان انا الفه واقفله حلو قوي علشان الميه ما تدخلش جواه وانا بسوي. هعمل واحد كمان معاكم، بجيب كميه برضو صغيره ببدا ان انا احطها كده واقفلها. هو بيبقى يعني حلو العجينه اللي معايا مش ملزقه ولا حاجه. لو ملزقه معاكم ممكن تضيفوا عليها شويه من نشا، او ممكن ايديكم تحطوها في الزيت وتبداوا تقطعوا بنفس الكميه. عايزه اقول لكم ان هي هتطلع كميه كبيره معاكم يعني. انا خلصت كل اللف اللي معايا بالمنظر ده، وهبدا ان انا اسويه بالمنظر ده. حطيت ميه على النار، اول ما بتغلي في الحله ببدا ان انا انزل كل الكميه اللي انا عملتها، بس اهم حاجه ان انا اكون مقفله حلوه قوي علشان خاطر ما يدخلش جواه ميه او يبوظ مني. حطيت كل الكميه، بتاخد معايا حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع مش اكتر من كده. بتطلع معايا بالمنظر ده. بعد ما بتبرد ببدا ان انا افك الفويل وببدا ان انا افك اللي من جوه زي ما انتوا شايفينه متماسك جدا وحلو قوي. انا عايزه اقول لكم ما استنيتش عليه لما يبرد يعني عشان التصوير، لكن انتوا سيبوه يبرد براحته خالص هتلاقوه بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. في طرق كتيره بتتاكل بيها، يا اما بيتحمر يا اما بيتعمل ببيض يا اما بتقطعي معاه بصل وفلفل الوان وكده وبتعملوا سندوتشات بتبقى حلوه قوي. حلو جدا في المدارس يعني علشان ما ياخدش معاكي وقت. بتعملي الكميه ممكن وتشيليها في الفريزر وتطلعي على طول على التسخين والتحمير. انا زي ما انتوا شايفينها طريقه حلوه ازاي، مش فكه من بعضها ولا حاجه. ممكن تكون واحده او حاجه مش متساوي المنظر بس عادي خالص. هوريكم طريقه من ضمن الطرق اللي بتتاكل بيها. حطيت زبدايه على النار وابدا انزل بالسوسيس اللي انا عملته زي ما انتوا شايفين كده. هبدا احمره، وبصوا عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي، مش هتفرقوه عن الجاهز غير انه حاجه نظيفه. بنزل كمان بالبيض اللي عندي، حطيت عليه فلفل اسمر وشويه من الملح وببدا ان انا اقلب كده. دي طريقه تانية ممكن نقطعه دواير زي ما انتوا شايفينه كده وبرده ننزل عليه بالبيض، بيبقى اومليت حلو جدا من غير التقليب ولا حاجه. بصوا شكله حلو ازاي، طعمه حلو قوي، عجب الولاد جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.